التثدي عند الرجال، هل الرجاله ممكن يطلع لهم اثداء زي السيدات؟ ده اللي هنعرف. حاله التثدي عند الرجال او بنسميها جاينيكوماستيا او اختصارا بنقول الجاينو، دي حاله موجوده بين الشباب بتحصل في مرحله المراهقه نتيجه زياده افراز هرمون الاستروجين مع البرولاكتين، ودي هرمونات اصلا خاصه بالانثى بتزود حجم الثدي وتزود اضرار اللبن فيه. لسبب او لاخر اثناء مرحله البلوغ ممكن الهرمونين دول يزيدوا فيحصل لنا التثدي. بس اللي ما تعرفوش ان التثدي دوت ممكن يكون نوع حقيقي، يعني فعلا الغده بتاعت الثدي كبرت، ونوع تاني مش حقيقي او نوع كاذب، وده بيكون نتيجه زياده نسبه الدهون اللي معاها برضه بيزيد نسبه الاستروجين. طب يا دكتور اعرف افرق ازاي بين النوعين؟ ابسط حاجه لو لقيت حجم الثديين شبه بعض فده في الغالب ان هو نوع الكاذب مش الصادق دوت. ثانيا غده الثدي نفسها ما بتبقاش كبيره، حجم الثدي كله بيكون كبير، ده برضه النوع الكاذب. غير كده بيكون ده النوع الصادق او النوع الترو جاينيكوماستيا. طب ازاي ابدا اتعامل مع الموضوع دوت؟ قلل دهونك، اكيد الاثنين هيستفيدوا منها. لو عندك النوع الترو دوت محتاج تروح لدكتور جراحه او دكتور غدد عشان يبدا يتعامل مع الموضوع. وكل دي تفاصيل صغيره ما تفرقش معاك يا بطل. خلي ثقتك في السماء وافتكر ان شخصيتك هي الاهم. انك كنت مالك بجد ولا ايه ده؟ ايه ده؟ عفريت انت ولا ثدييات ولا ايه؟ ايدك يا عم، انت هتحلو علينا ولا ايه؟ مش القصد والله يا سيد، بس لا مؤاخذه يعني انا اول مره اشوف عفريت عنده ترهلات من قعدة المصباح.